أهلا بيكم. لو قلنا لكم إن في مصادر بتقول إن الإنفاق السنوي على السحر والدجل وصل لمليارات، وإن السحر بقى خامس بند في الإنفاق عند المصريين بعد الأكل والتعليم والموبايل، هتصدق ولا هتفتكر إن ده تهويل؟ المخيف مش الرقم ده بس، المخيف إن السحر بقى بيتحكم في قرارات مصيرية جدا، زي الجواز، الطلاق، الشغل والصحة. في ناس بتسلم عقلها بالكامل لشخص بيقول لها أنا عارف بكرة في إيه، أنا شايف اللي أنت مش عارفاه. والأخطر إن الدراسات بتقول إن 40% من اللي بيلجأوا للسحرة متعلمين تعليم عالي. يعني الموضوع ملوش علاقة بالجهل وبس، ده له علاقة بضعف النفس والبحث عن حلول سحرية لمشاكل واقعية. حلقة النهاردة عن السحر وعن إنكار السحر. السحر موجود فعلا ولا لأ؟ السحر مذكور في القرآن، بس حتى الآن في ناس بتنكر وجوده، وده اللي هنعرفه النهاردة. يشرفنا يكون معانا النهارده فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي. منورنا يا شيخ تميم. ربنا يحفظك استاذ احمد. أهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ اسماء. اهلا بالساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. احنا على وشك لاستقبال ايام طيبه وايام مباركه، نسال الله ان يمتعنا واياكم بالصحه والعافيه والستر. آمين آمين يا رب يا شيخ. نعم. شيخ أحمد، سؤال مباشر. نعم. السحر موجود ولا لأ؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الرسالة وصلت. نعم. السحر موجود. نعم. ليه بعض نعم. الناس بتنكر وجوده؟ بعض الشيوخ، بعض الأطباء النفسيين مصرين إن هم ينكروا وجود السحر برغم ذكره في كتاب الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله. وبعد، لا يستطيع أحد كائن من كان أيا كان في أي زمان أن ينكر السحر، لأنه لو أنكر السحر كأنه ينكر القرآن، لأنه ذكر في القرآن، بل في كثير من سور القرآن الكريم، وأكثرها سورة البقرة وسورة الأعراف كمان فصلت وبينت مواضع السحر والشياطين وبني إسرائيل، وحتى من لم يؤمن برسالة سيدنا محمد ممن عاصروه وكانوا يتبعون أهواءهم وشياطينهم في هذا الأمر، فهو موجود. لكن كما قالت الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب احنا لو رجعنا بقى لحتة السحر والسحرة. نعم. مين دلوقتي السحرة اللي موجودين دلوقتي؟ يعني الناس بتتخيل ان هو كان موجود زمان، وبعدين في برضه دجالين موجودين، وفي ناس يقولوا احنا معالجين، وفي ناس يقولوا احنا أولياء صالحين. ازاي نعرف نفرق بين كل واحد منهم وايه الفرق ما بينهم؟ الغيب يا أستاذ أحمد لا يعلمه إلا الله. مفيش يعني لا ملك مقرب ولا جن مقرب أو جن خفي أو أي مخلوق يعلم الغيب، حتى الجن نفسه. وده مذكور في سورة سبأ لما قضى الله الأمر بالنسبة لسيدنا سليمان ومات وهو على عصاه، فلما خر، يعني هو كان ميت والأرض ما بتاكلوش، لكن كلت العصاية اللي كانت متكئ عليها، فلما أكلت القردة والأرض كلت العصاية فخر فوقع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دي بداية. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه قضية مسلمة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، مهما كان، مهما وصلت للولاية، مهما وصلت كل ده
الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن بعض الناس أو بعض الدجالين أو بعض الناس يعني خفاف العقل أو بعض الناس الأشقياء يزعموا بعض الأمور بحيث أنهم يتكسبوا من وراء ذلك الكسب، وهذا الكسب حرام أصلا، لأن السحر محرم، بل هو من الكبائر التي نهى عنها الإسلام وشريعة الإسلام. بيعملوا كده عشان الكسب يا شيخ أحمد، بس هو بيأثر في ناس، بتأذي فعلا، في بيحصل خراب بيوت بسبب السحر. في ربنا قال وما هم بضار، ده ابتلاء بقى. هنا نقول الابتلاء ده ايه الحل؟ هل العلاج عند انسان معين او في مكان معين؟ ده في بعض الناس بيذهبوا لبعض الاماكن الدينيه زي المساجد للمشايخ او الكنائس لبعض المتخصصين. ليه كده؟ طب ما ربنا اقرب ليكم من الشيخ اللي في المسجد ومن القسيس اللي في الكنيسه. ربنا اقرب. ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فاذهب الى الله، خليك مع الله. فين اذكارك؟ فين حفظك؟ فين آية الحفظ؟ فين آية الكرسي؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فين أذكار الصباح والمساء؟ فين صلاة الفجر اللي تخليك في ذمة الله وفي كنف الله؟ فين الإخلاص والفلق والناس؟ هو ربنا أنزل الآيات دي والفاتحة معاهم عشان خاطر نقرأهم كده أو نسيبهم نحطهم في الرف، ولا عشان خاطر نتبارك بيهم ونقرأهم ونحصن نفسنا بيهم؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقد يكون اللي عندي أو عندك مش سحر، قد يكون حسد. ايه الفرق يا شيخ أحمد؟ أنا محسود، أنا مسحور. يعني الناس كل ما بيصيبها حاجة يقولوا احنا محسودين، أنا احنا محسود، مسحورين. أنا مسحور. طب ايه الفرق بين ده وده؟ احنا في الدنيا. وامتى كمان ده يكون عادي؟ ده الحياة العادية. يعني مثلا واحد ممكن يكون ما نجحش في سنة دراسية ولا حاجة يقول ده انا محسود او مسحور. امتى يكون حقيقي وامتى يكون؟ احنا في الدنيا يا أستاذة أسماء، وطالما الإنسان في الدنيا فهو في مرحلة ابتلاء حتى يمضي، يعني حتى ينتهي من الدنيا هو في مرحلة ابتلاء. فلو وكل صاحب نعمة محسود، خلي بالك، كل صاحب نعمة محسود. يعني انت في نعمة، انت صحيح ممكن حد يحسدك لا قدر الله، بعد الشر عليك او بعد الشر على كل الناس، بس كل صاحب نعمة محسود. طب نعمل ايه؟ نحصن نفسنا. والفرق ما بينهم ساعات هو يعني معظم الامور بتبقى حسد، بتبقى عين، والعين مش سهلة. ده العين ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يا نهار ابيض! فنعوذ بالله من شر الحاسدين والعائنين. فالعين دي مش سهلة. طب برضو نعمل ايه؟ هذا ابتلاء، يعني قد يصاب الإنسان بأمر من الله بالعين. فإيه الحل؟ يصبر ويحتسب على هذا الابتلاء ويذكر الله ويستعين بالله ويقرأ القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شيخ أحمد معلش عشان نفهم الناس برضو، يعني اللي اتعمل له سحر واتأذى أو حد فرق بين زوج وزوجته، لازم يروح لنفس الساحر عشان يفك له السحر اللي اتعمل؟ لا يا فندم، مش لازم. ايه اللي يحصل؟ لو ده تأكد فعلا، هو الإنسان لو بيصلي وبيتصدق وبيقول الأذكار وده مستحيل يتعمل له سحر، مستحيل يأثر فيه السحر، لأنه هو متصل بالله، والوضوء سلاح المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لو فرضنا إنه إنسان تأكد إنه مسحور، هيعمل إيه؟ يفضل سيدنا النبي قال عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة. يعني السحرة ما يقدروش على سورة البقرة. أقرأ سورة البقرة يوميا. لو انا اتاكدت ان انا في حد عامل لي سحر، اقرا سوره البقره يوميا في بيتي، واجيب زوجتي اخليها قاعده جنبي واقرا سوره البقره، ولو فيه ماء نظيف للشرب ممكن بيبقى قدامي وانا بقرا القران، والماء ده ممكن اشرب منه، وممكن كمان اغتسل منه. لو اتاكد ان انا مسحور، من غير ما اروح لاي دجال ولا لاي شيخ ولا لاي فلان، اي انسان، ما اروحش غير لربنا وابقى مع نفسي، ولا اجيب حد يرقيني. مفيش حاجه اسمها يا عم الشيخ ارقيني، لا، ده اعتقاد خاطئ.
لانه انا حتى عملت في بعض المساجد، مساجد النزول، زي مسجد ستنا السيده نفيسه، من اعظم المساجد الموجوده في مصر. مسجد السيده نفيسه ده كان يوميا يدخل علي مئات الاشخاص من الرجال والنساء، واللي عاوز يترقي واللي عاوز، اقول لهم لا انا اسف جدا والله، انا عن نفسي انا لما برقي نفسي بس. طب اعمل ايه؟ اقول له روح اقرا سوره الفاتحه على نفسك وعلى اولادك وعلى بيتك وكل حلال، وانت ما تروحش تاكل حرام او ما تروحش تفرط في عملك وما تنظمش وقتك وتخرج بدري من عملك وتقول لي انا مسحور. لا، ده انت بتاكل حرام، واكل الحرام ده ممكن يخرب حياتك كلها من اولها لاخرها. بس المسحور دايما يا شيخ احمد بيبقى عنده اراده ان هو يقرا قران لنفسه ويصلي يقدر، ما بيتعطلش، السحر ما بيعطلوش عن الحاجات دي، يقدر كل انسان يقدر، لانه ما فيش حاجه تقدر مع ذكر الله، مفيش حاجة تقدر تمنعك عن ذكر الله ولا عن الصلاة. بس هو الإنسان ساعات بيسلم نفسه للضعف وبيسلم نفسه للشيطان، فبالتالي ما بيشوفش حاجة، زي ما وصف ربنا السحر في القرآن الكريم، قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما قالش القرآن سحروا الناس، لو القرآن قال سحروا الناس يبقى الناس أجبروهم على الفعل، إن هو مجرد خيل لهم يعني. سؤالك يا أحمد. نعم. سحر الأعين. أيوة، هو ده احنا كنا بنتناقش فعلا في النقطة دي، لأنها فعلا أنا بتخيل دايما إن الله أعلم إن السحر مجرد هو سحر للأعين، خيال. مش حقيقة. بس هو خيال فعلا، هو خيال، وقد يعني يأتي من هذا الخيال الدمار، من وراء هذا الخيال الحياة تتدمر، يطلق زوجته، يضرب، لأن هو خيل ليه حاجة معينة، إنما فعليا هي مش حقيقة. أحمد كان بيتناقش إن هو تخيل، مجرد تخيل في العين. إزاي هو مجرد تخيل في العين والإنسان بيشعر بشعور الكره لشخص معين أو الحب لشخص معين؟ إيحاء للأسف الشديد، يعني ده ما يقدرش، ما فيش استطاعة من الجن إنه يقدر يحرك انسان او يمشي انسان. وفي الايه نفسها بس هي مش خدعه بصريه يا احمد. لا بس هو في احساس داخلي، يبقى هي مش خدعه بصريه. الاحساس الداخلي ده حتى في الايه، فلما القوا سحروا اعين الناس فاسترهبوهم. الاسترهاب ده شعور داخلي. نعم. وجاءوا نفس الشعور اللي بيبقى مش سحر اعين بس. نعم. هو لا شك ان هو يعني امر لا يرغب فيه الاسلام، ولذلك كفر الاسلام من يقوم بهذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، أولهم الإشراك بالله، تاني حاجة قال السحر. السحر ده من الموبقات السبعة التي يجب على الإنسان ألا يخطو فيها وألا يمشي إليها وألا يذهب إلى السحرة ولا إلى الدجالين، وإنما إن أصيب بهذا بشيء من هذا عليه أن يلجأ إلى الله. لا ملجأ من الله إلا إليه. طب إيه رأيك يا شيخ تميم؟ بنشوف على السوشيال ميديا كده فيديوهات يقولوا حملات تنظيف مقابر وحاجات غريبة كده، هل دي بتساعد الناس ولا ده مجرد شو؟ وهل أصلا حقيقة إن هم بيحطوا أسحار وأعمال في المقابر؟ ده بيحصل؟ أيوة بيحصل. طب إيه اللي يخلي ساحر يعمل السحر ويروح يحطه كمان في مقبرة؟ ما هو يخليه عنده، مش كفر يعني هو الساحر ده مش بيتبع الشيطان، دي طريقة يعني الشيطان هذا كافر والعياذ بالله، وبالتالي اللي يمشي ورا الشيطان بيبقى كافر زيه والعياذ بالله. فهو بيعمل اللي هو بيمليه عليه، ده ممكن يحطه كمان في سمكة بتمشي في البحر، وحليني بقى لما تيجي لك السمكة دي هتجيبها ازاي، ولا يحطه في بير، ما سيدنا النبي اتسحر وكان السحر بتاعه في بئر، ولكن الله صانه وحفظه من هذا الأمر كله، والله يعصمك من الناس. فالسحر موجود، محدش يقدر يقول مش موجود. طب حملات التنظيف دي بقى بتاعت المقابر، ايه رأي فضيلتك فيها؟ طب يعملوها فعلا؟ ده موجودة وبيطلعوا فعلا حاجات وطلاسم. يعني ده مش شو يعني ولا؟ لا مش شو، لا للأسف ده أذى بيطلع من الأماكن ديت، وللأسف الشديد اللي بيقوم بكده مش عارف إن حكم اللي عمله ده ممكن يوديه إلى جهنم والعياذ بالله، ما لم يتب إلى الله توبة نصوحا. طب ده ياخدنا لسؤال مهم. نعم. اشمعنى طيب الحاجات دي بتبقى منتشرة في الأماكن يعني المتواضعة شوية، الريفية، الشعبية، أو في المناطق عامة المصرية أو العربية؟ يعني ليه دايما ما بنسمعش عن السحر والحاجات دي بتحصل بره؟ في اوروبا مثلا مثلا يعني، ولا الجو ساقع هناك؟ لا هو سيدنا سليمان لما كان بينفي الجن كان بينفيهم للمغرب في المغرب العربي، فبالتالي هم كتير عندنا هنا في المغرب العربي او في المشرق العربي في موجود كتير، ولذلك احنا مؤمنين بكده، او احنا مؤمنين بالقرآن طبعا، ومؤمنين بالسحر ومؤمنين بالحسد، لكن عايزين يبقى إيماننا بالله أقوى، لأن ربنا لما وصف كيد الشيطان في القرآن الكريم قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن مش عايزين نخلي الضعيف يبقى قوي علينا،
احنا اقوى منه بايه؟ بذكر الله، بالتحصين، ايات التحصين، بايات الحفظ. الله لا اله الا هو الحي القيوم. آية الحفظ دي أعظم آية في سورة البقرة، نحصن بها نفسنا ونحصن بها أولادنا، ونقرأ ما تيسر من القرآن في الصباح والمساء. ربنا هيكرمنا وهيحفظنا من السحر ومن الحسد ومن أي شيء قبيح. السحر ليه دايما يا شيخ احمد مرتبط بالاذى؟ نعم يعني للأسف. بعض الناس بقى تقول لك انا مش بعمل حاجه وحشه، انا رايحه عشان حد يحبني او يجي لي رزق او يجي لي رزق زياده او ده، وبيحللوه. وده بيحصل اصلا؟ هو بيحصل برضه، بيحصل للأسف. يعني في ناس برضه بيقول لك أنا هعمل سحر محبة عشان فلان يحبني، فانا كده ما بعملش حاجه حرام. لا برضه غلط، لأنه الحب مش بالسحر، مش بالعافيه. ومش بالعافيه ومش بالسحر ومش بالكيد ومش بالكفر. لا ابدا، الحب ممكن ياتي برضا من الله عز وجل، بالتقرب الى الله عز وجل، بالقرب من الله عز وجل. احنا الحمد لله في بلدنا مصر في في الاونه الاخيره اهتمام كبير من القمه فوق، من الرئاسه لغايه وزاره الاوقاف لغايه الازهر الشريف النهارده بالقران الكريم واهل القران الكريم. والنهارده بنشوف دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات وعلى القنوات اطفال مصر حفظت كتاب الله عز وجل. دول إن شاء الله بإذن الله هم قرة الأعين للناس، وكل الناس تقتدي وتحصن نفسها بالقرآن الكريم وبحديث سيدنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. وبلاش نروح هنا وبلاش نروح هنا، وخلينا مع الله. طيب على ذكر الرقية أو كده، الناس من كتر خوفها من الحسد والسحر بتوقف حياتها خالص. طيب احنا بقى وهم بيحصنوا نفسهم، هل مجرد التحصين ده مجرد كلمات كده ان احنا نقعد نرددها، ولا دي حالة إيمانية احنا بنعيشها؟ لا، دي حالة إيمانية يا أستاذ أحمد، قوية كمان مش ضعيفة. لما الإنسان يصلي الفجر ويقول أذكار الصباح والمساء، ومن ضمنها سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس وآية الكرسي، مع بعض الأذكار والصلاة على سيدنا رسول الله، أنت في حفظ الله. ان هو يكون مؤمن دايما ان نعم، ربنا حافظه. أنت أقوى من أي سحر، أنت أقوى من أي حسد، أنت أقوى من أي ضعيف، أنت قوي بالله. ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان معه الله فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحافظ الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل. طيب لو انت يا شيخ تميم هتقول لنا او هتوصينا برقية شرعية او بتحصين احنا نقوله مع نفسنا. الفاتحة، وما أدراك أنها رقية، سيدنا النبي اللي قال لنا كده. الفاتحة 7 المثاني، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة 7 مرات، الإخلاص 7 مرات، برضو الرقم 7 ده مهم، الفلق 7 مرات، الناس 7 مرات. ادي 4 سور هم من القرآن، معاهم آية الكرسي، بقى دي 5 حاجات هم، مع ذكر الله وكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله والاستغفار. سلام. آية الكرسي 7 مرات برضو. أيوة، آية الكرسي 7 مرات. ويا حبذا لو على كوب من الماء او على شفشق كده كبير من الماء عشان البيت كله يشرب، واقرأهم انا لنفسي، مش هجيب الشيخ يقرأهم لي، أنا أقرأهم لنفسي على ماء طيب علشان أشرب أنا وزوجتي تشرب وأولادي يشربوا. بحصن نفسي بكده كل يوم، محدش يأذيني إن شاء الله، ومحدش يقدر يأذيني أصلا. طب ولو فضيلتك تقدر تقول لنا دعوة أو دعاء للتحصين نفسه، يعني نسمع من فضيلتك دعوة كده. لينا كلنا. والله الدعوة أنا يعني كنت حفظت من سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، كان بيقول اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على الدر، على الضر ولكن احتفظت لنفسك بإذن الله. فنعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه. فده دعاء سيدنا الشيخ الشعراوي ما شاء الله، لو الواحد حفظه ويقوله بإذن الله أبدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله خير الأسماء، أعيذكما بكلمات الله التامة، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخ أحمد، بعض الأهالي أو الناس ما بيبقوش مقتنعين طبعا بالسحر، فبيروحوا لبعض الأطباء النفسيين. فالطبيب النفسي بينكر تماما ان في سحر، فبيفضل يلجأ لأدوية. ازاي نفرق؟ ما انا ممكن اديله دواء اذيه، طب احنا لازم برضو الناس تعرف لا، ما هو في سحر، فهو يتعالج من السحر، مش ياخد ادوية فيبقى عنده الاثنين، مريض نفسي ومسحور. نعم، ربنا يشفي كل مريض وربنا يعافينا جميعا. احنا زي ما انا قلت في البداية، احنا في الدنيا، وطول ما احنا في الدنيا فاحنا في مرحلة ابتلاء، فاذا ابتلي بعض الناس بشيء من هذا فلا يذهب إلا إلى الله. يعني لأنه مع احترامنا للطب، الطب النفسي ده طب، ده علم،
ما اقدرش اقول له حاجه. لو هو مريض نفسي يروح يتعالج، لو هو عنده مشكله نفسيه يروح يتعالج، مش هيروح للشيخ، ما ينفعش. بالظبط، يكشف ويشوف. بالظبط. انا احيانا بيجيني برضو انا كرجل دين، يجيني واحد اقول له لا انت تروح للطبيب، انت المساله دي فيها طب مش فيها شيخ، لان انا ما بفتيش في الطب، حتى لو انا اعرف، بس انا ما بفتيش في الطب، انا مفتي في الدين فقط. تصلي ازاي، تزكي ازاي، تصوم ازاي، تحج ازاي. والدين امرني بكده، ان كل واحد له تخصص يمشي فيه حقيقي. ويروح له، ما يروحش هنا ولا هنا. وفي الامور كلها يسلمها لمين؟ لصاحب الامر، لله. ليه القرآن، ليه ربنا خص في القرآن التفريق بين الزوج والزوجة؟ ليه بالذات التفريق؟ والله لان دي مساله، دي اصل المساله دي كبيره جدا وعظيمه جدا. الزوج والزوجه ده ميثاق. القران لم يطلق يا استاذه اسماء على كلمه ميثاق غليظ غير على حاجتين اتنين: العقيده والزواج. ميثاق غليظ. فعشان كده معظم السحرة بيتفننوا في انه يفرقوا الزوج عن الزوجه. وكثير من البيوت النهارده للاسف الشديد حتى بعد العمر والعشره الطويله بنلاقيهم على اتفه الاسباب ممكن يتفرقوا. لا، نصبر. ده احد الصالحين يعني لما زادت الاذيه من الزوجه عليه، فالناس بيقولوا له، ينصحوه، يقولوا ما تطلقها، يقول لهم لا، اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري. انا اصبر، سبحان الله. انا اصبر، وان شاء الله الصبر ده جزاؤه ايه؟ الجنة. طب قبل الختام كده يا شيخ تميم، عايزين نستغل وجودك معانا كده، ولو نسمع من فضيلتك يعني ابتهال كده نختم يعني بالابتهال. يا ريت. على راسي. حاضر. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب دوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين. بين يا زين بين حسن رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طه اللي في المعنى حبه مجمعنا. طه اللي في المعنى حبه مجمعنا. ياللي انتوا هنا معنا حي رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. احسنت يا شيخ احمد، احسن الله إليك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. الحلقه النهارده كانت محاوله نفهم مش نخوف، ونفرق مش نخلط، ونواجه الخرافه بالوعي. السحر ممكن يكون حقيقه، بس الاكيد ان العلم والوعي اقوى والقران اقوى. نعم. السحر مش ممكن يكون حقيقه، السحر حقيقه ومذكور في القران، لكن ربنا اقوى من اي شيء. نعم. ومفيش حد يقدر يضر حد غير باذن الله. لازم يكون عندنا ثقه في كده. شكرا ليكم، ونشوفكم في حلقه جديده، وشكرا لفضيله الشيخ. شكرا. استنونا في حلقه جديده من وسط الدايره. شكرا.